ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن الاحوال. النهارده فيديو جديد في مطبخ خلا نور. وحشتوني كتير كتير يا حبايب قلبي من الفيديو اللي فات. هنا حبايب قلبي بقول لكم قبل ما نخش الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك الحلو كده اللي بيسعدنا، ربنا يسعد قلوبكم، وتحطوا كومنت حلو كده وتشجيع حلوه كده منكم لاختكم. هنا بقول لكم ان الكرنبه دي يا اولاد انا كنت جايباها بقالي شويه، بس كنت تعبت فركنتها على جنب كده لما تدبل فاصفرت شويه. اشيل الورق الاصفر المجدر ده مش هحتاجه، كل ده ورق انا ما بحتاجش الورق اللي قداماني دي. فهقضبها كده زي ما انتم شايفين، وعلقت على الميه تغلي لغدت لما اقضب الكرنب. هنا الميه غلت اهيت، حطيت في الحله معلقه سكر كبيره، وحطيت شعر الكمون علشان الغازات. وهنا بقى ايه حطيت قلب الكرنب اهو، وبحط واحده واحده كل ما تغدل. ودوت اللي بطلعه ده بفككه اهوت، وهحطه تحت الميه يشطف عشان ما يتهرش مني. ساعة لما تطلعي من الميه تقومي شطفاه، علشان لو سبتيه ما شطفتوش بيقوم مهر منك وبايظ. فانت لازم تشطفيه كده الشطفه دي عقبال ما التاني يطلع من الحله يكون انت شطفت ده وصفطيه. فانا هنا يا حبايب قلبي بقى انا بشطف واحده واحده اهو عشان ما يتهراش، وبعد كده اقوم قاعده بقى ايه مقطعاه. لو وصلتوا لغدك كده ما في لايك حلو كده يا حبايب قلبي. همسك الكميه كلها كده اشطفها اهو، عشان اما اجي احط على بعضه ما يبقى سخن يقوم مهر مني. انا قلت قبل ما اطبخ ولا قبل ما اعمل اي حاجه ابتدي الكرنبه الاول، لان الكرنبه ديت عندي بقالها كام يوم، فقلت ما ابدا بها الاول على اساس ايه ما تبصش ازيد، لو سبتها ازيد من كده هتقوم بايظه. فانا جبت الكرنبه دي، وعامه ما حدش بياكل الكرنبه دوت الا انا. كل ما اجي اعمل ورق حله الاخضر ممكن احط 7 كده، فده هتكفيني كتير قوي قوي قوي. كل ما اجي احشي اقوم عامله لي 7. هنا يا حبايب قلبي بقى انا بغسل البصل اهوت. هغسل البصل ده كلته علشان انا عايزه منه هعمل حته كان عندي تسبيكه محشي، فهزود تسبيكه المحشي برضو، اعمل طبق كده محشي مع الاكل اللي انا هعمله. فالمهم كده هغسل البصل اهوت غسله محترمه كده عشان التراب والاتربه اللي فيه دي كلها تطلع وتبقى زي الفل. انا بحب اشاهد الحاجه، بصوا عندي وسواس، لازم اشاهد الحاجه كده مره واتنين وتلاته يا ولاد. يا ولاد يا ولاد صلوا على النبي يا ولاد عليه الصلاه والسلام. هنا غسلت البصل اهوت. انا رحت فين وبوريكم بقول لكم معايا فلفل وطماطم وشطيطه، وهنشوف هنعمل ايه تاني يا حبايبي. هنا انا جبت الطاسه اهيت الصينيه، كنت هنا مخرطه يا حبايب قلبي فلفل وطماطم وشطيطه، وديت الخلطه دي هحطها تحت الفرخه. همسك الحاجات دي كلها، استنوا يا ولاد هنشوف هنعمل ايه. كنت بغسل القصعه، ايدك في الحاجه اول باول تلاقي الحته حواليك نضيفه. هنا حطيت ملح اهوت، وهحط فلفل اسمر، وهحط شويه كزبره، وهحط لها ماء مكعب، ولا هحط ازيد ولا اقل. بصراحه كانت صينيه جميله وحلوه يا حبايب قلبي، مش بكتر البهارات. البهارات في الحاجه صدقوني بتبوظ طعم الاكل وبتخلي طعمه مش حلو. انا جربت، كنت الاول بحط لها توابل مش عارفه ايه وبهارات كتير كده اهو، والله العظيم ما كان لها طعم لها معنى. لما حطيت فلفل اسمر وملح وشعر الكزبره ومكعب ماجي ومسكت وحطيت عليها بق زيت صغير، نقطه زيت صغيره، وقمت ماسكه الخليط دوت هرسته في بعضه كده، والله كانت في منتهى الجمال ومسكره. وفي الاخر هحط لها بقى إيه الحته دي تكايه جميله، بتحط لها مكعب سمنه كده. همسك الخليط اهو كلته بالبهارات اللي انا حطيتها. وبعد كده بقى يا ولاد انا عامله تحت الفرخه دي بطاطس. عندي العيال بيحبوا البطاطس تحت الفراخ اهي. عندي العيال يا حبايب قلبي بيحبوا البطاطس دي تحت الفراخ كده، عندي بيحبوها قوي، فعشان كده عملت لهم كام بطاطسايه كده. وهمسك الخليط دوت اهوت يا حبايب قلبي، هخلط كل الخليط ده في بعضه كده عشان يبقى شارب من كل التتبيل. وهنا كنت خاسله الفراخ ونقعاها ومخليها زي الفل، حطيتها في الصينيه اهي، وهعملها برضو اعمل لها مساج يا ولاد.
اهو شوفوا. حطوا لايك يا بنات، حطوا لايك يا حبايب قلب. لو وصلتوا لغايه كده ما تنسوش تحطوا اللايك عشان الفرخه الجميله القمر دي اللي هتطلع طعمها زي العسل. جربوها بالطريقه دي جميله، ما تحطيش بهارات كتير. كتر البهارات في الاكل بيبوظ طعم الاكل والله صدقيني. حاجات كده في القانونه بتبقى جميله. كده انا هسواها كده ايه، عشان ايه انا ببتدي في الحاجه اللي هسيبها تتبل. انا الفيديو ده كنت بادئه فيه من بالليل على فكره. عملت التتبيله دي وسبتها لتاني يوم، يعني انا تبلتها على بيات، وهنا غطيتها وحطيتها في التلاجة بقى على بيات. جت الصبح بقى قمت مطلعاها وعملتها علقت عليها. هنا بقى يا حبايب قلب اهوت حطيت الحته السمنه دي زي ما قلت لكم اهي، بتبقى جميله وفي منتهى الجمال، وجربيها بتبقى زي العسل اهو يا حبايب. كده انا خلصت الفراخ اهوت، اتخلصت منها وبوريها لكم. بقول لكم حطوا اللايك يا بنات. كده بقى انا علقت عليها، دي كان تاني يوم وعلقت عليها. ساعة لما تحمر بقى هي كده دخلت في السوي. ساعة لما تحمر بدهنها وبقوم حطها بقى في الفرن تتحمر. كانت جميلة قوي يا بنات، جربوها عسل. عايزة تجيبي صلصة وتحطي فيها معلقة زيت وتدهنيها، هي هنا كانت حسيتها ناشفة بحط لها بق زيت كده يمشي العمل معاها شوية. وفي الاخر عفوا وفي الاخر هقوم حاطه دهنها زيت، دهنه وشها، واقوم مدخلها الفرن. هنا حبايب بقى قلبي بعمل البصل اهوت. محتاجه البصل دوت هعمله كده، هخرطه واحطه في الكبه اضربه. هنا انا عامله كميه بصل كبيره على اساس ايه، انا محتاجه زي ما قلت لكم. كنت هعمل هنا الكفته، هحط في الكفته البصل، وهحط في عايزه بصل تاني للرز البسمجي. فانا كنت هنا عملت هنا للكفته وللرز، قلت ايه تبقى ضربه واحده يعني. هعمل كل الكميه كلتها واقوم ضربها في الكبه يا ولاد. هضربها خالص لغايه لما تبقى ناعمه معايا خالص. انا بحب البصل كتير في الاكل، بحس اللي بيسكر الاكل لما بحط بصل كتير، انا بحبه وبخلطه قوي، برغم اللي ولادي ما بيحبوش الاكل فيه بصل كتير ويبقى باين، فعشان كده بقوم ضربه البصل قوي. هنا بشيل، كان في كذا واحده كده فيهم قلبهم مش حلو، بشيل القلب، اي حاجه ما تبقاش مظبوطه معايا بقوم شايلها. هنا حبايب قلبي ضربت البصل اهو اتفرمته وخليته حلو. هشيل جزء بقى هنا للرز، وجزء تاني هحطه هنا بقى ايه على اللحمه المفرومه دي. كان نص كيلو لحمه مفرومه، حطيت عليه البصل اهو يا حبايب قلبي، وهحط عليه بقى البهارات بتاعته. قسمت البصل نصين، نص في الطبق اهوت للرز، ونص حطيته على اللحم. هنا حبايب قلبي بقى بوريكم اللي انا هحط كيس البهارات الكفته ده جميل، بيخليها في حته تانية يا حبايب قلبي عن البهارات السايبه. براحتك، عايزه تحطي بهارات من عند العطار حطي، عايزه تجيبي الكيس دوت حطيه. وهحط بقى ملح مع كيس البهارات، حطيت ملح، وهحط فلفل اسمر ومكعب ماجي. عايزه تحطي الماجي بقى فراخ لحمه اللي انت تحبيه، ولا احط ازيد ولا اقل. وهحط شويه زيت اهوت
لو اللحمه بتاعتك فيها دهون ونسبه دهون ما تحطيش زيت. لو حاسه ان هي مش ما فيهاش دهون حط لها شويه زيت. وهنا بقى هقطع عود كزبره اهوت عليها. عندك كزبره حطي، عندك بقدونس حطي، اللي عندك حطيه. انا كان في الوقت دوت المتاح عندي كزبره فحطيت كزبره يا حبيبي. فهنا حطيت كزبره اهوت. وبعد كده بقى انا همسك الخليط دوت اعجنها كده لغايه لما تطلع خيوط. هنا كنت اللحمه كانت مجمده معايا وكانت ساقعه عشان كنت لسه مطلعاها من الفريزر. فاحنا في الشتاء فين وفين لما الحاجه بتطلع وتفك يا حبايب قلبي. يبقى طلعي الحاجه من على بيات علشان ايه. انا كنت طلعت ديت متاخر فعشان كده كانت ساقعه قوي. همسك بقى الخليط دوت زي ما انتوا شايفيني كده بعجنه لغايه لما تعمل خيوط معايا كده وبتبقى زي الفل. هنا بقى مكبره الصابع عشان الصوابع دي كلها تهكش خالص. في لحمه بتكش وفي لحمه ما بتكشش. فهي ديت يعني ما كشتش قوي بس كشت برضك. هنا بوريكم بقول لكم الصابع دوت ايه رايكم فيه؟ كبير اهوت بس هتيجوا تبصوا هتلاقوها كشت خالص. هنا بعملها قوي بصبعها قوي علشان ما تفكش مني وما تيجي تستوى ما تقومش فكه منك. نقطه الزيت كانت مسيحاها خالص. فانا كنت بعمل ايه بتأني كده وبالراحه على اساس ما تفكش مني. عايزه تعمليها على سيخ اعمليها، عايزه تعمليها على خله اعمليها على خله. انا جيت اعملها على خله بصراحه وكانت جنب البتاع اهوت اللي كنت هعمل فيه. بس لقيتها عشان حطيت نقطه الزيت جت معايا كتيره شويه لقيتها بقت سايحه كده بتفك مني فما عرفتش بصراحه. هنا بقى هولع على الكفته اهوت على نار متوسطه خالص هاديه والناسه. هنا بقول لكم انا خلصتها والناسه واغطي عليها. عندك ورق فوم غطي بيه، ما عندكيش اعملي البتاع باي غطا غطي بيه. هنا بقى هغسل الرز يا حبايب قلبي. هغسله غسله كده شويه مش هيكمل 10 دقايق نقيع يعني انا بنقعوش اكتر من 10 دقايق. هغسله بس انزل منه الاتربه دهيت واخليه زي الفل. وبعد كده اعلق على الحله بقى نعمل الرز. هنا بقول لكم شوفوا الميه عامله ازاي. لازم تغسلي الرز وتشهدي الحاجه اول لما تشتريها علشان من ايد لايد الحاجه بتبقى طبعا مكروب يا حبايب قلبي. هنا بقى انا بغسله اهوت حلو وبشاهده كذا مره كده عشان يبقى زي الفل. هنا يا حبايب قلبي بقى الحله اللي هطبخ فيها الرز هحط فيها معلقه شويه زيت حلوين. لما تيجي تعملي الرز البسمجي حطي زيت كتير ما تستخسريش وحطي شويه الزيت حلوين علشان الرزايه تبقى مفلفله وتبقى شاربه وتبقى شاربه الزيت كله يا حبايب قلبي. هنا بقى انا حطيت الزيت اهو سايباه يتقدح. وبعد ما يتقدح هنزل بقى بالمكونات بتاعه الرز. كده انا مستمريه اهوت في الزيت لما يتقدح خالص ويبقى زي الفل. انزل بقى بعود القرفه ومستكه وحب. هنا 2 لورا اهوت كذا واحده لورا. وهنزل برضو بعود قرفه وهنزل بمستكه وحبهان. وهنا معايا ليمونه مجففه وهنا الشطاطه المجففه دي برضو. ومعايا مستكه وحبهان ومرقه والبهارات يا حبايب قلبي بتاعت الكبسه. اما بتيجي تشتري الرز قولوا له انا عايزه بهارات الكبسه بيديكي بقى البهارات على بعضها الكبسه. انا بحب الشطاطه دي في الرز اللي هي المجففه دي بتخلي ريحه الرز جميله وبتديله طعم حرقان كده يعني ايه مش حرق قوي بتخليه طعمه حلو. وهنا بقى لما الحاجات دي ريحتها طلعت نزلت بالبصله اهو يا حبايب قلبي. دي كانت حته بصله كبيره بشيلها عشان ما يبقاش البصله الكبيره دي يبقى في الاكل.
فهنا همسك البصلة وهخليها تخضل خالص واخليها زي الفل، مش هحمره يعني ايه، هخدله كده يصفر. حطها رحمة الحساسين بسخن كفاية عشان متبقاش حاجة متحرقش اوي. هنا حبايب قلبي بقلبه بقى كده خالص تقليبه حلوه كده علشان قرن الشطاطه ده بقى فش اهوت، وده بيخلي ريحته جميله. سبت الرز على جنب بقى يا حبايب قلبي، وهنا بقلب الكفته اهي عشان ما تتلهفش مني، كل شويه قلبيها علشان اللحمه تبقى مستويه. انا بحب اللحمه الكفته دي اما باجي اسويها بخليها يا ولاد على نار هاديه خالص وتستوى. ما بحبش الكفته يبقى فيها حاجه تقرقش كده تحت السنان كده، ما بحبش. فبحبها ايه تكون سواها حلو كده، بقعد اقلبها شمال في يمين كده لغايه لما تستوى تبقى زي الفل. هنا مستمريه في التقليب اهو، على كل جهه بقوم مقلباها شويه ونار شمعة متوسطة. هنا رجعت للرز تاني اهو يا حبايب قلبي. كده انا مستمرية بس في البصل عشان ايه ما يتحرقش مني ولا يحمر. انا مش عايزاه محروق، انا عايزاه يحمر، مش عايزاه عايزاه لون يعني ايه ذهبي كهرمان كده حلو، ما يكونش محروق. هنا بقى يا حبايب قلبي بجيب الرز ده وبصفيه. انا كنت نقعته زي ما قلت لكم قيمه 10 دقايق اقل كمان. فهنا صفيت الرز خالص بصفيه من اي ميه فيه خالص، وهنزل بقى هنا اهوت على البصل على البهارات على الحاجات. البهارات لسه ما حطيتهاش. همسك الرز كده اخلطه بالبصل وبالبتاع عشان ريحه النكهه دي تطلع فيه، ويبقى الرز معاكي مفرفر وكلته شارب زياته. لو انت سبتيه وما كترتيش الزيت بتبقى الرزايه معجنه وبتبقى مش حلوه، لكن كده تقلبك فيه كده بيبقى ايه الرز كلته شارب. هنا بقى هحط البهارات اهو، وكان معايا مكعبين ماجي هحطهم، وهنزل ببهارات الكبسه زي ما قلت لك، وزعتر. كل حاجه بتبقى في البهارات الكبسه دي. بتقولوا له انا عايزه بهارات الكبسه على قد الكيلو، على قد النص، على قد ما انت هتجيبي قولوا له انا عايزه على قد الرز والبهارات الكبسه. هو بقى بيديكي كل البهارات مختلطه في بعضها. شوفوا الرز بقى شكله جميل ازاي يا ولاد، اصفر وجميل كهرمان. شوفوا، والبصل لما بيكون كتير في الرز بيبقى مسكر وزي العسل. هنا بقى عندك شوربه تسقي شوربه اسقيه، ما عندكش شوربه اسقي ميه، اغلي ميه في الكتل وقومي سقياه. انا ما عنديش بصراحه شوربه، وغير حتى لو عندي شوربه ما بحبش احط الشوربه يا ولاد، علشان انا عندي عيالي ما بيحبوش الطبخ ولا يتزود شوربه ولا الرز يتزود شوربه، فانا زودته ميه وهظبط ملحه بقى وهخليه زي الفل واسيبه لغايه لما يتشرب الميه دي، وهقوم موطيه عليه. شوفوا لونه جميل ازاي، لونه حلو قوي. وجربوه بالشطاطه المجففه دي، جميله قوي يا حبايب قلبي، بتديله طعم حلو. هنا بقى كنت بحمر الفراخ اهي، كنت خرجت بقى ولعت الفرن بره بحمر الفراخ، وهنا بحمر الكفته برضو كهي كنت دهنتها من الصوص اللي واقع فيها بدهنها واقوم محمراها. هنا بقى قليت برضو هنا طاسه بطاطس للعيال كده، بدل ما اجيب شيبسي قلت لهم تعالوا اما اعمل لكم طاسه بطاطس زي دي، كانت في منتهى الجمال والله، خلصوها في ثانيه احسن من كيس الشيبس. دي بطاطس تحمير حلوه يا ولاد. هنا بقى جانا في فقره الغريفه، هيشوفوا حمرة وجميله بعد ما اتحمرت، والبطاطس تحت الفرخه زي العسل.
شوفوا لونها يا ولاد كهرمان ازاي، والبطاطس تحت الفرخة زي العسل. هنا بغرف البطاطس لوحدها علشان في اللي هياكل بطاطس من دي وفي اللي هياكل بطاطس شيبس من المقلية، يعني مش كله هياكل من دي، في اللي بيحب كده وفي اللي بيحب كده. هنا قاعدة بغرف بقى يا ولاد ايه، كنت بنادي للعيال اشوف اغرف لهم قد ايه، عشان انا عندي العيال بغرف وهم واقفين، اغرف لك قد ايه، اغرف لك قد ايه اللي هم هياكلوه، عشان لو فاض في الطبق حاجة يبقى انت تتحمل اللي انا غرفته. وبالفعل والله كل ده الاكل دوت ايه كلهم وسابوا منه برضه. هنا الرز كان مفلفل وزي العسل، وشوفوا لونه وريحته في منتهى الجمال يا حبايب قلبي. هنا غرفت الرز وخلصت اهو. وهنا بقى كنت عامله سطرين محشي، مرضتش اعمل التقليه معاكم بقى عشان انا كان عندي تقليه، وزودت يعني ايه حبه صلصه عليها كده. هنا يا حبايب قلبي خلصنا الاكل والغدا بسهل وبسيط اهوت، يا رب يكون عجبكم. عملنا النهارده رز بسمجه اهو يا حبايب قلبي، وعملنا سلطه، وعملنا طبق شيبسي اهوت، وعملنا الفراخ اللي انا كنت متبلاها معاكم، وعملنا كفته جوسي وجميله يا حبايب قلبي. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم، مستويه وزي العسل. وعملنا كان عندنا شويه رز، عملنا طبق محشي اهوت، والبطاطس اللي كانت تحت الفرخه، وعملنا طحينه، وعملنا وفي مخلل، وفضل ونعمه من عند ربنا يا حبايب قلبي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تحطوا اللايك وكومنت حلو كده من قلبكم يا حبايب قلبي. شكرا يا حبايب قلبي على كل اخواتي وكل حبايبي اللي واقفين جنبي، ما تحرمش منكم حبايبي. فيديو جديد واشوف وشكم على خير، سلام عليكم.